شايفين الكحك وجماله؟ شايفين جميل قد ايه؟ بجد تحفة، ان كان طعمه ولا ريحة، وبيدوب في البق دوبان. وتعالوا نشوفوا الكحك ده، نكسره ونشوفه كده. شايفين الكحك هشش من جوه وناعم ازاي؟ تحفة بجد. شايفين؟ بصوا ناعم قد ايه؟ شايفين ناعم ازاي؟ بجد ملهوش حل. وقبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا، اللي أول مرة يشوفني أنا اسمي سامي، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكوا الكحك لايك وشير، ويلا بينا على الوصفة. وهنعمل الكحك النهاردة بطريقة مختلفة وبطريقة سهلة جدا، ويلا معانا. هنا معانا 1.5 كوباية دقيق بالكوباية المعيارية، ومعانا هنا مكسرات اللي موجود عندك تحطيه، ربع كوباية، تلت كوباية اللي موجود حطيه عندك، ربع معلقة خميرة، معانا رشة ملح. وهنقلب كل المكونات دي على بعض. معانا هنا نص كوباية سمنة بدرجة حرارة المطبخ، وهنقلب كل الكلام ده مع بعضيه لحد ما يتشرب الدقيق السمنة. وكده شربنا السمنة، وهنيجي منزلينها على الرخامة كده، نفضل نبس فيها بالشكل ده. شايفين بنعمل ايه؟ على فكرة الحاجات السوداء اللي في الدقيق دي من المكسرات. شايفين العجينة بقى شكلها ايه؟ ديت دقيق وسمنة بس. شايفين شكلها عامل ازاي؟ معانا معلقتين بالمعلقة المعيارية الكبيرة او معلقة الاكل، ممكن لبن ممكن مية زي ما تحبي. بدأت العجينة تمسك اهي، وكده خدت معلقتين اللبن. شايفين اهي؟ شايفين العجينة؟ وعايزة تتأكدي ان العجينة دي مظبوطة ولا لأ، خدي حتة بالشكل ده وبين كفينك كده ابرميها. شايفين ايدك سليمة، مش لازق فيها حاجة، وهي مش مفرفتة ولا حاجة. شايفين شكلها؟ نبتدي نكور العجينة كلها كور متساوية زي ما انت عايزاها، كبيرة او صغيرة. وكده خلصنا التقطيع بتاعتنا. وتعالوا بقى عشان نشكل. عندنا 3 اشكال، عندنا اللي هي البصامة، عندنا اللي هو بنقوله عليه مكبس، عندنا المنقاش. وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. علشان تبقى العملية سهلة، هنجيب ورقة نايلون نحطها الاول، وهنجيب كورة من اللي احنا عاملينها وعليها ورقة نايلون تانية، ونبتدي نفردها. وما تخليش نفردها وما تخليش الاطرف بتاعتها رقيقة علشان الاطرف ما تتحرقش. هنشيل دي كده ونشيل دي كده. بص عندنا بقى يطلع الشكل جميل ازاي. ادي شكل من الاشكال. ونشوفوا الشكل التاني. هنجيب واحدة ونحطها هنا كده، ونجيب عليها ورقة تانية اهي ونضغط عليها، ونشيل الورقة الاولانية ونشيل الورقة التانية. وادي الشكل بتاعنا ونسويه برضو. ايه رأيكم؟ تعالوا بقى نعمل الشكل التالت. هناخد كورة كده ونظبطها في ايدينا، ويادوب تضغطيها حبة صغيرة. شايفاها؟ وهنيجي من النص نقسمها بالمنقاش اهوت كده. شايفاها؟ وهنيجي من الجناب هننقشها بالشكل ده. بيبقى شكلها حلو قوي، وما تيجي تحطي عليها سكر بتبقى حلوة قوي برضو. وادي الشكل التالت. وكده خلصنا الكحك بتاعنا اهوت، والفرن جاهز عندنا على درجة 175 يعني 350، وهنحطه في الفرن لمدة تلت ساعة ونوريه لكم بعد ما يستوي.
يلا بينا على الفرن. وكده خلصنا الكحك بتاعنا. شايفين الكوبايه ونص دقيق عملوا لنا قد ايه؟ وبجد ريحته قلب الدنيا، وطبعا طعمه جميل جدا وموفر قوي. وكده خلصنا الكحك بتاعنا. شايفين جميل قد ايه؟ بجد موفر جدا. شوفي الكحك البلدي بسمنه بلدي هتشتريه من بره الكيلو بكام؟ ده مش هيكلفك كتير. ممكن تعمليه بسمنه نباتين وتحطي عليها معلقه سمنه فلاحي، بيبقى حلو جدا برضه. وعايزاكم تعملوه وتصوروه لي وتقولوا لي رايكم. واللي عنده طريقه جديده للكحك وحلوه يبعتها لي ويقول لي، ونجربه ونشوفوا مين اللي احلى. ويلا جربوه وابعتوا لي الصور. وايه رايكم بقى؟ وبجد بجد طعم وريح.